السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم طبعا في قناتي قناه كوره. لو انت اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك القناه. طيب في الفيديو دوت هتعرف ايه؟ هتعرف موعد مباراه نادي دورتموند ونادي فرانكفورت في الدوري الالماني في الجوله رقم 18. طبعا نادي دورتموند قدر يفوز على نادي فرانكفورت في النص الاول من الدوري بنتيجه 2-0 وكانت مباراه قويه جدا. فرانكفورت للاسف خسر في المباراه دي. فرانكفورت اللي بدا يظهر وموجود حاليا في مراكز متقدمه في الدوري الالماني، موجود في المركز رقم 3 بعد 16 جوله معاه 30 نقطه واحرز 36 هدف. يعني عمر مرموش بيقدم مستوى كبير جدا مع فرانكفورت اللي كان في الغالب دايما بيكون موجود في نص الجدول، موجود في يعني في المركز السابع والثامن. حاليا فرانكفورت موجود بعد بايرن ميونخ وباير ليفركوزن وموجود معاه 30 نقطه، فبيقدم مستوى كبير. اما دورتموند فهو موجود في المركز رقم 8 معاه 25 نقطه، يعني فرق 5 نقاط بينه وبين فرانكفورت. مستوى كبير جدا بيقدمه فرانكفورت الموسم ده علشان عمر مرموش يعتبر هو موجود فيه. واتكلمت على عمر مرموش وطبعا موضوع انتقاله لمانشستر سيتي والاتفاقات والصفقه وكل حاجه موجوده في القناه دي. طيب المباراه بتاعت فرانكفورت ودورتموند دي يعتبر كلاسيكو كبير جدا، هتتلعب يوم الجمعه القادمه يوم 17/1/2025. محمد بركات هيعلق على المباراه. البين سبورت رقم 5 هي القناه الناقله. المباراه دي هتتلعب الساعه 9:30 مساء بتوقيت مصر، والساعه 10:30 بتوقيت طبعا السعوديه والكويت والعراق وقطر وسوريا وليبيا وفلسطين واليمن، والساعه 8:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. مستني توقعك. لو انت اول مره تشوف القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.